ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات بوسي اللهلوبه. يومنا النهارده هنبداه بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وبقالي فتره كبيره غايبه عنكم ومش بنزل حاجه والله بسبب قله التفاعل على القناه. يعني حاسه كده ان انا بنزل فيديوهات وبتعب على الفاضي، فعايزه كده نرجع ان شاء الله نتفاعل على القناه ونحط بقى لايكات للفيديو ونشير الفيديو. لو انت لسه جديده وما اشتركتيش اشتركي لي بقى في القناه كده علشان نكبر القناه ونرجع ننزل فيها فيديوهات تاني باذن الله. صوّرت كده النهارده، ما كنتش هاصوّر والله خالص، فقُلت بقى بما إني جِبت الحاجة كده وبقى لي كتير ما نزّلتش فيديو، أصوّر فيديو وخلاص وما استخدمتش stand ولا أي حاجة، كُلّه بإيدي زي ما أنتم شايفين، ويا رب التصوير يطلع حلو. كيلو دقيق هيعمل لنا شوية قُرَص حلوين زي ما أنتم شايفين كده، كانت هشة وطرية، والله كانت حاجة كده تحفة. معايا كيلو دقيق لجميع الاستخدامات، هاعمل كيلو دقيق بس. أنا طبعًا هو كان آخر كيلو دقيق عندي، أنا لمّا بيكون عندي باعمل بزيادة، أنا باحب القُرَص أوي، باحطها في الفريزر، باطلّعها في أي وقت بتكون موجودة، ما بتخسّرش. فأنا كان عندي كيلو دقيق واحد، هاقول لكم مقادير كيلو دقيق واحد وهاكتبه لكم برضه في صندوق الوصف. معايا هنا كيلو دقيق، حطيت له نُص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت 5 معالق كبار من السكر، حوالي نُص كوباية سكر، وقلّبتهم في بعض زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. ومعايا كمان كان عندي كوباية ونُص كده من الحليب في التلاجة، هاضيف عليهم نُص كوباية كمان من المَيّة السخنة علشان تدفّيهم شوية، أو ممكن تدفّي الحليب على طول لو أنتِ هتستخدمي حليب بس. ما عندكيش حليب خالص ما فيش أي مشكلة، استخدمي مَيّة دافية وكوباية زبادي. ما فيش زبادي حطّي 5 معالق من الحليب البودرة مع مَيّة دافية، برضه هيبقى حلو جدًا. معايا هنا خميرة، خميرة بيرة وتقدري تستخدمي خميرة فورية ما فيش أي مشكلة. حطيت شوية من المَيّة الدافية وحطيت عليهم شوية خميرة ومعلقة صغيرة من السكر واسيبهم كده يتفاعلوا على جنب. قلّبت كده السكر زي ما أنتم شايفين، وهاضيف هنا كوباية ونُص من الحليب. يبقى أنا حطيت كوباية ونُص من الحليب، 5 معالق سكر، نُص كوباية نُص معلقة صغيرة من الملح، وهاحط هنا كوباية كبيرة بنفس المعيار بتاع الحليب، المَج الكبير اللي هو 200 مللي، حطيت سمنة على زيت. تقدري تحطي كوباية زيت بس، تقدري تحطي كوباية سمنة بس، أو سمنة على زيت زي ما أنا حطيت. يبقى كيلو بياخد بالضبط كوباية من السمنة أو السمنة على زيت. وحطيت كوباية ونُص حليب، وادي كمان نُص كوباية مَيّة في الخميرة. يبقى كوبايتين مَيّة بالحليب وكوباية سمنة، قلبتهم في بعض، ولو احتجت بقى هاضيف شوية حليب بشوية حليب كده بُق ببُق يعني. هاعجن كويس جدًا، وهاضيف كل ما الاقيها ناشفة معايا هاضيف بُق كده من الحليب، شوية صغيرين بشوية صغيرين، ما تكتريش. العجينة لسه ناشفة معايا، فأنا هاضيف شوية كده من الحليب وهاعجن. طبعًا شايفين المسام بتاعتها مفتحة إزاي، هنعجنها كويس جدًا لحد ما تدّينا عجينة ناعمة ما فيهاش أي تشققات ولا خشنة بالشكل ده. آدي العجينة كده لمّا تتعجن كويس تبقى ناعمة بالشكل ده. المسام بتاعتها كده بتبقى ناعمة زي ما أنتم شايفين وطرية، هي كده اتعجنت بقت زي الفل. عجنة كويسة كده لحد ما نمزج المكونات كلها مع بعض. أنا ما ضفتش حليب كتير، أنا ضفت حوالي ربع كوباية تاني، يبقى خدت مني حوالي كوبايتين وربع من الحليب، كوباية من السمنة، 5 معالق من السكر، نُص معلقة صغيرة من الملح، وشوية سمسم. طبعًا ما فيش مشكلة لو عندِك سمسم حطّي، أنا تقريبًا حطيت شوية سمسم برضه في العجينة، وهاحط كمان سمسم على الوش. جبت بقى الصاجين ودهنتهم زيت أو سمنة، وقطّعت كده كِوَر زي ما أنتم شايفين قد الاستفندية كده، وتقدري بقى تعملي القرصة بالحجم اللي أنتِ عايزاه، عايزة تعمليها صغيرة، عايزة تعمليها كبيرة، زي ما أنتِ عايزة. بتكوّري كده وبعد كده بتبطّطيها على الصاج بالشكل ده. سهلة جدًا، جدًا، ما فيش أي افتكاسات فيها يعني. عايزة تحطّي جواها سُكّر بالقرفة، عايزة تحطّي جواها جبنة، عايزة تحشيها أي حشو أنتِ عايزاه براحتك خالص. أنا هنا عاملاها سادة، بس ياسين كده حَب شوية قال لي اعملي لي شوية بالسمسم على الوش، حطيت شوية سُكّر على الحليب وبدأت أدهن الوش القرصة بالسمسم، وأدهن الوش القرصة باللبن آسفة، أدهن وش القرصة باللبن والسُكّر ونحط عليها السمسم علشان يلزق في وش القرصة. ياسين بيحط أهو بالفرشة، بيحط الحليب والسكر وبيساعدني كمان وبيحط السمسم. عملنا صاج بالسمسم زي ما أنتم شايفين كده، وعملنا صاج سادة. وبعد ما خلصناهم كده هنركنهم طبعًا يخمروا حوالي ساعة، ساعة ونُص، على حسب بقى المكان ما عندِك دافي أو ساقعة. بس تغطّيهم كويس عشان يدفوا وتحطيهم في مكان دافي. بعد ما يخمروا طبعًا هنسويهم، والتسوية بتاعتنا تكون على الرف من فوق، وأول ما تحسي إن القرصة احمرت من تحت ولسه ما خدتش لون شغّلي لها الشواية على طول. ما تستنيش بقى تقولي لأ لمّا هي تحمر كلّها من الوش براحتها لأ. أول ما تلاقيها ادّتِك لون من تحت كده ولّعي لها الشواية على طول عشان تفضل طرية كده ومحتفظة بالطراوة بتاعتها. هندهن بقى الوش كلّه بالسمسم زي ما أنتم شايفين، كده خلّصنا الصاج ده. الصاج ده كده عملناه بالسمسم والصاج التاني عملناه سادة.
هاقوم بقى إن شاء الله كده أركنهم لمّا يخمروا، وبعد كده هاوريه لكم بعد ما يخمروا بإذن الله. باوريكم أهو إحنا خلّصنا العجينة وشكلناها كلّها وركنتهم يخمروا، زي ما أنتم شايفين طبعًا الحجم بتاعها اتضاعف أهي وعِليت، خمرت هادخّلها بقى الفرن زي ما قُلت لكم أنا مولّعة الفرن ومسخّناه، زي ما أنتم شايفين الحجم بتاعها اتضاعف واتنفخت كده، حتى كنت أنا مخلّية فراغات بين القرصة والقرصة، لمّا انتفخت وخمرت بقت يا دوبك على قد الصاج بالضبط. طلّعتها بالشكل اللي أنتم شايفينه طرية وحلوة، وعايزة أقول لكم إحنا القرص دي كنا خلاص أكلنا منها يعني، مش هُم دول الصاجين، كنا كلنا منها بقى وركنتها وكنت عملت حاجات كتيرة ورايا، وبعد كده صوّرت بقى اللقطة اللي هي في الآخر دي، حتى لو تلاحظوا القرص اللي هي السادة بيتاكل منها كتير طبعًا، عملنا شاي بقى بلبن وكلنا، وبعد كده بقى افتكرت التصوير فقُمت آخد لكم اللقطة الأخيرة دي عشان أوريكم شكل القرص من برّه، ومن جوّه ناعمة جدًا وهشة وطرية وحلوة كده حاجة في منتهى الخيال. والله إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدًا، بس جرّبوها، وعايزة أقول لكم بقى لو أنتِ لسه جديدة وما شُفتيش ما اشتركتيش في القناة بتاعتنا، دوسي على كلمة اشتراك بالأحمر تحت الفيديو، وفعّلي الجرس على كلمة الكل، كل ما أنزّل فيديو جديد يوصلِك بيه إشعار بإذن الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.